السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ تشانل جيمنج بالعربي معاكم حلقه جديده مع رمضان صبحي فيفا 17 كارير اللي احنا بدأناه مع بعض. بشكركم على الكومنتات الكتير واللايكات على الفيديو الاخراني. وكان اول فيديو لينا مع تشيلسي وبدايه الرحله مع فرقه جديده بعد ما اتنقلنا من ستوك سيتي. قبل ما نبدا حلقتنا النهارده انا عايز اشكر الناس اللي جاوبت على سؤالي بالنسبه للمنتخب، لان في ناس كتير كانت بتسال انت ليه ما بتلعبش مع المنتخب، ليه ما فيش بطولات مع المنتخب، ما فيش بطولات دوليه. الناس اللي ردت بالي وضحت الموضوع. احنا مش هينفع نلعب مع المنتخب غير كاس العالم في 2018، لان مفيش فرق افريقيه كتير عشان يبقى فيه بطوله او يبقى فيه تصفيات. هو حاجه حلوه ووحشه. الحلو فيها ان احنا نلعب كاس العالم على طول. الحاجه الوحشه ان احنا كان نفسنا نكسب بطوله افريقيا مع رمضان ونمشي في الجدول بتاع التصفيات والحكايه اللي انتوا عارفينها ديت، بس للاسف فيفا 17 هي مش موجوده. فانا بشكر الناس اللي ردت علينا ووضحت لنا الموضوع ده. الناس اللي كانت زعلانه اكيد فهموا السبب ايه. الحلقه بتاعتنا النهارده هنخش على المطوشه اللي جايه عندنا، هنشوف الجدول دلوقتي ونشوف عندنا مطوشه ايه. غيرنا الجزمه زي ما الناس طلبت، قلت لنا غير الجزمه الزرقاء مش كويسه، غيرناها خليناها حمراء او اورنج. تمام. احنا عندنا المفروض ماتش في بطوله اوروبا، والماتش ده احنا مش موجودين، هنلعب موجودين مش في التشكيله عموما يعني. وبعت لنا رساله ان احنا نبقى احتياطي. بعد كده عندنا ماتش في الدوري وماتش في الكاس مع ساندرلاند. طيب احنا الرسائل اللي جات لنا اخر حاجه، احنا تقريبا خدنا بطاقات كتير صفرة، يمكن عشان كده ما بنلعبش الماتش اللي جاي. الماتش اللي جاي زي ما قلنا في بطوله اوروبا انا مش عارف مش هنلعب. هل بسبب الاستامينا بتاعت رمضان، هل بسبب الكارت الاصفر اللي خدناه؟ هنشوف. شوف نتيجه الماتش الاولاني دوت، اتمنى ان احنا نكسبه. ماتش في بطوله اوروبا، ماتش خلص 2-1. كوستا وكانتي جابوا جونين ومونشي جلادباخ جاب جون واحد. تمام، احنا خلصنا الماتش ده كده 2-1. نمشي الوقت ونشوف عندنا ايه في الدوري بعد كده. عندنا ماتش تاني برضو مش هنلعب، هنبقى احتياطي. طيب احنا كل الناس كانت خايفه من ان احنا نقعد على الدكه ما نلعبش. انا مش عارف احنا ما بنلعبش ليه دلوقتي، يعني احنا المفروض عملنا لقاءات، يعني لعبنا الكام ماتش اللي فات، لعبنا ماتشين جبنا فيهم 3 اجوان وعملنا اسيست الجون. ترتيب تشيلسي في الدوري زي ما انتم شايفين في المركز الاول، لعب 4 ماتشات عنده 9 نقط. بعد كده ارسنال، لسه الدوري في بدايته. هنمشي الماتش ده كمان نشوف نتيجته ايه. الناس اللي كانت خايفه من موضوع الدكه ده شكله فعلا هنقعد عليها كتير. 1-1 نتيجه مش في صالحنا. ادينا رساله. تمام، احنا زي ما يبقى هو احنا كنا بنلعبش المطوشه اللي فاتت، موقوفين. كويس، انا كنت خايف لا يكون سبب تاني ان احنا ما بنلعبش علشان خاطر المستوى او الكوتش شايف حد تاني احسن مننا. هنخش على الماتش الاولاني معانا في حلقتنا بقى النهارده، وثالث ماتش في الجدول. احنا عندنا ماتش ساندرلاند في الكاس في الاف ال كاب. ننزل اساسي في التشكيله بتاعتنا زي ما انتم شايفينها، ويليان وكوستا وصبحي. وطبعا هيبقى التشكيله بتاعت تشيلسي بيبقى فيها تغييرات كتير، بس دي التشكيله بتاعتنا في الماتش النهارده. هنبدا الماتش ده ونشوف هيحصل ايه. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في متتبعي مباراة القمة وعشاق الفوتبول. اليوم تنتظرنا نبدا الماتش بتاعنا، ماتش في الاف ال كاب مع تشيلسي، نلعب قصاد ساندرلاند. ماتش لازم فيه كسبان النهارده. مباريات الكاس مختلفة تماما، حتى إذا كانت الكفة ترجح فريق دون آخر تبقى كل الاحتمالات قائمة. ويليان فاول من هنا، نبدا الماتش مع فاول. مبكر جدا من عمر المباراة. الله يستر. هو الأمانة تتلعب الكرة طويلة جوه، خلي بالنا من الاوفسايد. صحيح باحتساب المخالفة ضربة حرة. حلوة الكرة وشوطة وبره، حلوة. كرة حقيقة غريبة تحول مسارها في اللحظة الأخيرة. عبد الله عصام دائما تسديد الكرة، استلم على صدره وشط وهو بيقع، لو دخل كان هيبقى جون حلو. ينجم على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. لعبها من لمسة حلوة، يمشيها الكوستا، حلوة الناحية التانية. كرة طويلة تمشي للطرف. ممتاز تحريك اللعب لحد دلوقتي، عرضية مفيش حد هنا، شوطة قنبلة والجون يطلعها. كرة ممتازة وتسديدة ولا أروع، ولكن الحارس بداية هجومية. الحكم يزفر ضربة كرة. هتتلعب بالعرض بعيدة عن رمضان، تلعب والجون يمسكها.
تحضير على نص الملعب، طويلة عند رمضان، حلوة، يحرك الكرة ناحية الشمال، باك الشمال بابا يلعب عرضية، كوستا فين؟ ميكيل لرمضان وتطلع تاني من الدفاع. نص ساعة فاتت ولسه مفيش جديد. طشت الكاس بتبقى كلها ضغط كده. تاني على نص الملعب، وضيع وقت في مصلحتهم. ماتش على ارضنا، مفيهوش ذهاب وعودة. الكاس هو ماتش واحد، الكسبان بيكمل. حلوة مقطوعة، رمضان ياخد الكورة يجري له، يلعبها له تاني ناحية الشمال. حلوة الكورة، هيلعب عرضية ولا ايه؟ يلعب حلوة الكورة بالعرض، الدفاع يطلع تاني. خلاص اخر دقيقة في الماتش، نلعب في الوقت بدل الضايع. يقطع رمضان هنا، حلوة، يحرك الكورة. كوستا يلعبها لنا بقى من لمسة حلوة البينية. حاول يطلع لوحده، مش هيعرف يعمل حاجة، لوحده مش هيعرف يعمل حاجة، تتقطع منه ويصفر الحكم. التقييم بتاعنا 6-3، تقييم قليل قوي. كوتش عايزنا نحرك الكرة بسرعة. هنا لندن، واللحظة تدق ساعة البيج بان إذانا ببداية. لعب عند رمضان، يلعبها حلوة ناحية الشمال، وبميكيل اللي بيلمس كل كورة كده. موصلة الاحتفاظ بالكورة. كوستا هو اللي معاه الكورة، يلعبها لنا حلوة، يلعب بينية تتقطع، دفاع يطلعها. القوة أنه توازن في مستوى الفريقين في السيطرة على الكرة من الجانبين. مقطوعة في نص الملعب الكورة، حلوة، قطع تاني، يلعبها رمضان، حلوة وشوطة وجون. 1-0 جون. كورة اتقطعت من نص الملعب، هجمة سريعة. اوسكار اللي لعبها له ولا مين؟ هنشوف. وبميكيل تخبط الكورة، كوستا شوطة قنبلة، الجون ما يعرفش يصدها. قنبلة قنبلة، الجون بيصد فين والكرة رايحة فين؟ أول جول لرمضان في الاف ال كاب. ويليان هيخرج كمان. هازارد هينزل ولا مين؟ قدرنا الحمد لله نجيب جون نريح الماتش دوت. كرة ناحية الشمال، خد بالك من التعادل بدماغه، الحمد لله الدفاع يطلع. طويلة، رمضان بدماغه يطلع على نص الملعب، حلوة، يستلم، لسه مع الكرة ياخد فاول، حلو. كوستا طلع وريمي نزل، رمضان يستلم يلعبها بصدره، حلوة. كرة فين؟ كرة وجون. فتحت في آخر 10 دقايق. مين؟ ماتيتش ولا مين؟ استلمها بصدره، حلوة، يريحها. كام بصة يا جماعة، فرقة تقيلة. فنشاهد هذا الهدف من زاوية أخرى. كاهل هو اللي يحط الكرة ديت بيمينه، صاروخ. 2-0. الجون الثاني جاري كاهل. الاستامنة بتاعت رمضان قلت قوي. ريمي تقطع من ريمي، ترجع على نص الملعب. اخر دقيقتين، وقت بدل ضايع، ترجع عند الدفاع ويرجع للجون. خلاص صفر الحكم، خلص الماتش 2-0. الاداء بتاعنا اسلوبنا ممتاز في تسديد الكوره، تمريرات بيانيه كويسه. التدخلات بتاعتنا اللي مش حلوه، التمريرات قصيره ممتازه. التقييم بتاعنا 7 و8. الحمد لله الماتش ده ما وصلش الاكسترا تايم. خلصنا الماتش الاولاني معانا مع ساندرلاند في الكاس. عندنا ماتش بعد كده في الدوري مع ليفربول. اتمنى قبل ما نخش على الماتش ان احنا نبقى في التشكيله الاساسيه، ماتش قوي. اتمنى رمضان يلعب الماتش ده. اوكي مش هنلعب الماتش ده، تمام. الكوتش ما حطيناش في ماتش ليفربول، مش عارف ليه. بعد الاداء اللي احنا بنأديه برضه مش موجودين، يمكن الاستامينا. طيب هازارد موجود مكاننا في التشكيله. خساره، اتغلبنا 1-0.
حتى ما حطيناش على يعني الغريب في الفيفا ان انت كمان ما بتبقاش موجود على الدكه، يعني مش ممكن ينزلك في الشوط الثاني او في. طيب هو خرجنا بره التشكيله خالص، تمام. اسبليكويتا توقف. تمام. عندنا بعد كده ماتش في بطوله اوروبا، كويس اخيرا. مش موجودين احتياطي، هنلعب اساسي مع كازان. هنخش على الماتش دوت وبعد كده هنرجع للدوري. عندنا ماتش المفاجاه بتاع الحلقه ديت، هنلعب مع ستوك سيتي، مع فريقنا القديم. زي ما انتم شايفين التشكيله، التغيير بدل اوبي ميكيل في نص الملعب هيلعب اوسكار. خلينا نبدا. اليوم اللقاء الثاني في دوري المجموعات، لقاء مهم جدا ولا بد من عدم التفريط في اي نقطه للتاهل. 90 دقيقه سنتابع خلالها فريق روبن كازان ضد نادي تشيلسي. كده الماتش عندنا اول ماتش رمضان في بطوله اوروبا، اول مشاركه اوروبيه ليه. نازلين اساسي مع روبن كازان. كل شيء جاهز، كل شيء في بوابه الانطلاق، واللحظه تنطلق المباراه. حلوه اول كره رمضان، يلعب الكره حلوه على نص الملعب، ياخد الكره تاني ومعدي، هيلعب العرضيه من هنا. حلوه العرضيه، الدفاع يطلع على منطقه الجزاء والدفاع يطلع تاني. اول هجمه، ترجع الكره تاني، ترجع الكره تاني عند رمضان، يلعب عرضيه تاني، مفيش حد. ضعيفه جدا وسهل يفكها. ترى يا بقى النهارده اول جون لينا في بطوله اوروبا. حلوه الكره، اتلعبت بينيه جميله، حلوه، حط ببطن رجلك والجون يطلعها. حلوه اول هجمه، حاولنا نلعبها في الزاويه البعيده ببطن رجلنا بس جت في نص الجون. عرضيه عند رمضان، الجون يطلع. واحدة اثنين جميلة والكرة ترجع له. لسه على منطقة الجزاء رمضان تتقطع منه. مقطوعة تاني، لسه خطيرة، يلعب الناحية التانية عند رمضان، عرضية صغيرة بدماغه، جون. فتح باب التسجيل. حلو الاسيست، حلوة العرضية الكوستا. اديله الكورة بس وهو هيجيب لي جوان. بدماغه صاروخ، الجون يلمسها بس تخش. تاني جول لكوستا في بطولة اوروبا. ضاغطين عليهم في كل حتة في الملعب. ويليان تاني، ممكن يفكر بالتسديد من هنا. كرة عند رمضان حلوة دي بشماله، جون. بشماله جون. 2-0. مش ممكن. سيناريو عالمي رائع من فريقك. حلوة الكورة، كنا هنقع في منصة التسلل بس رجع ولحق نفسه وبشماله الجون يتفرج عليها. أول جول لرمضان في بطولة أوروبا. بنا ده يبقى كفاية علشان يلعب أساسي في المطوشة كلها. مقطوعة تاني على نص الملعب، ماتيتش يلعبها عند رمضان، حلوة بدماغه، يرجعها له تاني، ممتاز. يلعبها الناحية التانية عند ويليان، تقطع منه، تنزل على نص مقطوعة تاني. ماتيتش نتحرك له من هنا، ناخد بينية، هيجيب التاني. اوه يا رمضان ضيع الجون التاني. مش معقول في سيناريو 37 سنة شايل جوان كتير لحد دلوقتي. اخراج الكرة من المرمى بالعرض رمضان بدماغه، لسه الهيدر بتاعه قليل. عرضية تاني هتتلعب قصيرة، كوستا يستلم، هيرجع لويليان تاني، يلعب على منطقة الجزاء لرمضان، شوط اي كلام، ترجع تنزل عند رمضان تاني، لسه بيلف وبيدور، يلعبها باصة اي كلام، تتقطع. هيصفر الحكم، خلاص صفر الحكم. الشوط الاول ينتهي من المباراة 8 و9، اسيست وجون. ده التقييم بتاعنا بين الشوطين. هنحاول نمرر الكرة اسرع، دي الحاجة السلبية الوحيدة علينا. نبدأ الشوط الثاني. عودة اللقاء في الشوط الثاني. نبدأ الشوط الثاني. كان هيبقى فيها فاول بس الحكم ادى تحت فرصة. الدفاع يقفل، اسبليكويتا يطلع.
المنافس. بيلف ويدور حوالين نفسه، لسه حد يضغط عليه من هنا، تسديدة على المرمى. شوطة اي كلام تطلع. برانيسلاف ايفانوفيتش، كرة ممتازة تفتح اللعب على الجناب. عرضية الجون يطلع يطلعها طراطيف صابعه. رمضان بيحاول يدافع يعطل الكرة شوية، مش وحش. اللي يتحسر على الكرة يفكها. هجمة مرتدة علينا، ممكن يفكر بالتسديد. حلو بيحتفظوا بالكرة كويس. خلي بالنا هنا، اضغط عليه، لسه مكمل، هيشوط شوطة وحشة جدا تطلع بره. كانت لكن فوق العرض. جاري كاهي، اسبيليكويتا، ماتيتش. حلوة الكرة تتلعب وحشة، تنزل لهم على نص الملعب، داخل ومكمل محدش معاه. اضغط هنا، لسه معدي ومكمل يلعبها، خطيرة شوطة، اتنين مدافعين بيتزحلقوا قدامه. اوسكار يقطع الكرة، حلو، كرة طويلة عند رمضان، فرصتك بقى المرة دي يا رمضان، خش وكمل، يلعب الكرة حلوة بينية الرمي، شوط شوط والجون التالت. استلام ولا احلى وبينية، تريح رمي قصاد الجون. حلوة البينية، لما حلو فتح الجون قدامه وحطها في الزاوية الناحية التانية. إعادة الهدف من كاميرا الثانية. حلو الاسيست وحلو الجون. 3-0 اول جون ليه. مباراة في اتجاه واحد لم تكن متوازنة. كوستا وصبحي ورمي كده جابوا جوان كلهم. ماكسيم ليستيان، اخر دقيقة والكرة معاهم، اسبيليكويتا، اخر دقيقة عندنا في الماتش. رمضان لسه مكمل، كل الكور بتتلعب عند رمضان علشان يفتح. خلاص صفر الحكم. بعد لقاء ناري والسيرات 3-0 طيلة الردهات للماتش تاتي بره ارضنا. نتيجة حلوة، التقييم بتاعنا 9 و5. نجم المباراة، كل حاجة يعني ممتازة، الاحصائيات بتاعتنا هيت يعني احنا مستحوذين، يعني السيطرة 50%، بس التسديدات والهجمات كلها في صالحنا. نخش بقى على الماتش المهم بتاعنا قصاد ستوك سيتي. ترى هنلعب ولا لا؟ دي اللعيبة اللي طالعة مع المنتخبات. منتخب مصر عنده ماتشين، روسيا والنمسا شهر 10. طبعا احنا قلنا مش هنلعب الماتشة الودية دي، نازلين الحمد لله في التشكيلة الأساسية. هنلعب قصاد فريقنا القديم على أرضنا الموسم اللي فات. التشكيلة بتاعتنا أنا مش عارف، هو بيحب يغير في يعني خط النص، لازم كل مرة واحد يلعب، يعني مرة هازارد مرة أوسكار، والمرة دي حاطط لعيب تاني، كانتي وماتيتش ثابتين. طيب ناحية الشمال دي هو اللي بيغير فيها دايما. هنبدأ الماتش بتاعنا. تحية للسادة المشاهدين في أسبوع جديد وجولة أخرى أكيد مثيرة من مباريات كرة القدم. عبد الله الحربي بالتحليل ومحدثكم الشوالي بالتعليق. نتمنى لكم فرجة رائعة. هنبدأ الماتش بتاعنا، آخر ماتش النهاردة في حلقتنا وأهم ماتش بالنسبة لنا، فرقتنا القديمة. ما رأيك في البلوز تشيلسي يا عبد الله؟ رولن هو اللي بيلعب، بوني ما بيلعبش. الراجل حاسس بخطورة الماتش فقال لك مش هنزل بوني في أول الماتش، مش عايز أتغلب. حلوة الكورة، يلعب بالعرض، قرب له رمضان يرجع تاني، حلوة عند رمضان، يشوط يقع، فلتوا من أول هجمة لينا. يلعب الكورة عند رمضان، ياخدها ويدخل، لسه يلعب الكورة حلوة خطيرة داخل، يلعبها رمضان، شوطة تخبط وترجع عند الجون، اتقطعت. رمضان يلعبها بوش رجله حلوة، جاي لك بيجري، يرجع بالكرة على نص الملعب. كانتي يلعب الكرة تاني، رمضان باصة يلعبها له 1-2 حلوة عرضية، كوستا تطلع كورن. نضغط على الكورة، لسه على منطقة الجزاء، خطيرة هنا، طلع. مفيش إمكانية تهرب من المنافس. كرة عند رمضان، يقف على الكورة. التقييم بتاعنا 6، لسه قليل قوي. كوستا يلعبها له، رمضان يلعب بوش رجله حلوة، الجون يطلع ويمسك. لا تمريرة مش سيئة والله، التمريرة حلوة، بس الجون اللي قراها. خلاص وقت بدل ضايع،
الشوط هيخلص. اخر هجمه ديت هيعمل فيها ايه؟ يلعبها بينيه عند رمضان، برضو الدفاع يقراها تاني والجون يقطعها. يصفر الحكم 0-0. التايم بتاعنا 6. هنبدأ الشوط الثاني. عايزين نجيب فرقتنا القديمة. الفترة الثانية من المباراة. البين إكدال، جلين ويلان، ارناتوفيتش ناحية الشمال، خلي بالنا منه، سريع وقوي. حلوة ويلان، يقطع منه الكورة. امبولا داخل ومعدي، لاعب خطير، يعدي من الثاني، يلعب بينيه الناحية الثانية. اوه شاكيري يلعب، الحمد لله تطلع. لكنها كرة مدافع. يلعب الكرة طويلة حلوة عند رمضان، رايح هو والجون، هو والجون، هيعدي من المدافع ده، يعدي منه، يلعبها. اوه وحشة جدا، وحشة وحشة، تصرف سيء. شاكيري، جيانيلي امبولا، رولان، حد يضغط عليه من هنا كويس. في المرور اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. مفيش حد بيتحرك لرمضان، يحرك الكرة عند ويلان. لو تلعب العرضية ما تتلعبش، تقطع منه. هجمة خطيرة علينا، يقطع تاني، حلو. طويلة تاني عند كوستا، فين؟ تعديش، يطلع الدفاع تاني. آخر 9 دقايق. رمضان يسلم الكرة حلوة. اوه كوستا معرفش يلف، يخلص ويلعب الكورة. رمضان حلوة بلمسة عرضية، مين داخل؟ مفيش حد. هجمة خطيرة علينا تاني ناحية اليمين. شاكيري يعدي، عندهم جناحين طيارين، ارناتوفيتش وشاكيري، وفاول، ياخد فاول. شكلنا مش هنعمل حاجة في الماتش ده. ورمضان هيخرج كمان، وهازارد هينزل. ما كانش نفسنا يبدلنا على الماتش في الماتش ده بالذات، بس هنعمل ايه؟ خارج رمضان خلاص. خلاص كده فاضل دقيقتين، ما افتكرش يحصل فيهم حاجة. شوف نتيجة الماتش. طيب نتيجة الماتش، هو يعني انا مش عارف هو ازاي ده حصل في اخر دقيقتين، بس هو الماتش خلص 4-0. يعني احنا كسبنا 4-0 في اخر دقيقتين. طيب هو يمكن الكوتش طلعنا علشان هم ليهم ترتيبات تانية هيخلصوا الماتش بطريقة تانية. طيب ترتيب الجدول بعد اخر ماتش دوت، احنا تشيلسي لعب 7 ماتشات في المركز الثاني، عندنا 13 نقطة، بعد سوانزي اللي لعب 6 ماتشات عنده 14 نقطة في المركز الاول. طيب الدوري لسه ستوك لسه في المركز 17، يعني نتيجتهم أسوأ ما يكون. الفرق التقيلة في الدوري الانجليزي لسه في نص الترتيب، يعني احنا عندنا مانشستر سيتي في المركز السابع، وارسنال في الثامن، ومانشستر يونايتد في التاسع، والسبيرز العاشر، وليفربول ال11. لسه الدوري طويل، لسه احنا في بدايته. خلصنا كده الحلقة النهاردة. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، اتمنى تفضلوا متابعين. يا ريت زي ما اتعودت منكم كومنتات بقراكوا ايه. انا بحاول انزل حلقات اسرع ما يمكن، انا مش قادر ارد في الموضوع ده اقول اي حاجه تانية. شوف في ناس بتقول لي لازم تنزل كل يوم. طيب يعني هو الفيديو يعني مبدئيا يعني شغله بياخد 2-3 عبل ما بيتظبط، يعني سيبك من اللعب كده ممتع، الواحد ما يزهقش منه. الايديت والابلود وسرعه النت اللي موجوده، فالموضوع بياخد وقت. فانا على قد ما اقدر هحاول انجز اكتر من كده في الحلقات، وان شاء الله تعجبكم. انا بشكركم تاني، اتفرجوا على الحلقه وقولوا لي رايكم فيها ايه. اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا ليكم، السلام عليكم.